السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تعملي اشتراك للقناة ولايك للفيديو. فيديو النهاردة بقى تشجيعي كده، هنضف مع بعض الشقة. هعمل معاكم حاجات كتير جدا جدا. النهاردة كان يوم صعب، يعني اشتغلت فيه شغل كتير. هو هيعتبر شغل يومين هعمله في يوم واحد، بس هرتاح تاني يوم. هتشوفوا بقى انا عملت ايه هنا. كده الاول طلعت الفرش بتاعتي كلها، وطلعت المخدات بتاعت الانتريه عشان تشمس كده. مش بطلعها الصراحه غير كل فتره. هنا بقى كان عندي دورة غسيل، بقى شغلت الغسالة. طبعا شطبت المطبخ بعد الغدا. بادئه معاكم الروتين بعد الغدا. خلصت هنا بصراحة، كنت متغدية بدري. هنا برضو اوضه النوم فتحت كده، حطيت الحفه في الشمس، والشمس برضو داخله على السرير كده. بصراحه الجو جميل جدا يعني. بشجع قوي لما بيكون اليوم حلو وفي شمس وكده، فبحب ان انا انضف فيه. هنا بقى الانتريه، هجيب كده فوطه وهبتدي ان انا انفضه كويس. انا مش بقعد عليه، علشان كده مش بنفضه على طول، يعني مثلا كل اسبوع بروح جايه منفضاه كده. وبشيل الشيلات بتاعته برضو وانفض تحتها، اخرج المخدات بتاعته في الشمس. اما بقى التنظيف اللي هو الشهري، ممكن ابقى امسحه بفوطه مثلا عليه شويه خل وشويه كربوناته. ده التنظيف الشهري، انما هو عشان نضيف مش بقعد عليه، فهنفضه بس كده. هنا بقى كده بعد ما نفضت البراءة بتاعتي، علشان برضو لو عليها اي ترابة او اي حاجة. بس التنفيض بصراحة كان جامد يعني شوية، علشان كده وقعها. فانا بقى هخلص وهصلحها تاني. هنا طبعا شايله كل الفرش اللي على الارض اهو، خرجتها بره. ما بحسش ان انا نضفت الشقه غير لما بخرج السجاد بره، عشان اعرف اكنس وامسح وكده. متبقاش في حاجه مضايقاني وانا شغاله. هشفط بقى السجادة دي بالمكنسة كويس. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هخلص طبعا تشفيط المكنسة، بعد كده هلف السجادة كده رول على جنب. وهجيب المقشة بتاعتي وابتدي بقى اللي انا اكنس التراب اللي على الارض. هدخل برضو المقشة تحت الانتريه، وهكنس تحته كويس علشان ايه يفضل نضيف على طول. وكمان لما باجي المع برضو ادخل برضو تحته الشرشوبة والمع تحته. دي بقى البلكونه بتاعت الانتريه، يعني هي مفتوحه كده في الانتريه. فهعملها برضو، هكنسها برضو بالمقشه عشان فيها تراب وكده. طبعا خلصت بقى كنست الانتريه وخرجته على البلكونه. وعملته عملتهم يعني الاتنين مع بعض. خرجت التراب اللي هو في الانتريه على البلكونه وعملتهم. لسه فاضل الشقه، فبصراحه هبط. فقررت بقى ان انا اقعد ارتاح شويه. بعدين ملك جاب المشابك من البلكونه من ورايا ووقعها كده في الصاله. فانا بصراحه مش قادره يعني ان انا اقوم المها لاني تعبت. فقررت ان انا ارتاح شويه وخليته بقى اللي هو اللي يلمها، علشان هو اللي جابها ووقعها كده. فمش غلط خالص اللي احنا مثلا لو هو وقع مثلا او كركب حاجه اللي هو يلمها، لا بالعكس، هو كده بيتعلم النظام. لما يكبر يكون نظيف ومنظم، يعني ما يحبش الحته جنبه تكون متكركبه وكده. بس هو طبعا متأذي من الموضوع يعني، ومتضايق حتى شايفينه. يعني ايه ماشي كده بسرعة السلحفة، يعني مش عاجبه الموضوع. بصوا عمال يعمل ازاي. وكمان اللي برضو الالعاب بتاعته برضو ساعات بيجيبها ويفرضها في كل الشقه، يعني مثلا بحطها له في مكان واقول له العب هنا، بيروح بقى واخدها وحاططها في كل الاوض كلها.
بينطرها بقى في كل مكان. فبعد ما يخلص بجيب له السله اللي بقى فيها الالعاب، وبخليه يلمها في قلب السله وكده. مش غلط برضو الحركه دي، لان هو كده بيتعلم النظام. هنا بقى كده كنست الارضيه كلها، طبعا هو ما لمهاش برضو، لم كام مشبك كده في الاخر، برضو انا اللي لميتهم. بس عادي مش مشكله. هنا بقى الادراج بتاعتي كانت متكركبه بقالي فتره كده ما بعملهاش، فهرتبها بقى. هبتدي بقى ان انا افرز الحاجات اللي هي اللي ملهاش لازمه هتترمي ارميها، والحاجات المهمه هحطها فوق لحد ما انضف الادراج وهرصهم تاني. الحاجات دي هرميها. هنا كده شلت الكركبه اللي كانت هنا كده، ولميت المفارش عشان المع. الادراج بقى رتبتها اهو. ما كانش عندي بس غير الدرجون دول اللي كانوا متكركبين، في دراج تحت فيها الحاجات بتاعت الاعمال اليدويه وكده منظماها بقالي يجي اسبوع كده. يعني كل فتره كده بعمل حاجه. هنا الدرج ده حاطه فيه برضو في حاجات خاصه باعمال اليدويه واقلام والابر والخيط وحاجات كده كلها، يعني ايه بستخدمها على طول، ومسدس الشمع، وده البوك بتاعي كل ما اجي خارجه باخده. هنا الدبيس الضغط بتقعد تقع على طول من العلبه بتاعتها، فربطتها كده باستك. طبعا الحاجات اللي هي بشد منها الدرج دي، في كذا درج كنت شايلاه خلعاها، علشان ملك كان الاول بيقعد يفتحهم كل شويه. الدرج ده بقى كله شواحن كده وحاجات الكترونيه بتاعت جوزي. فحطيت كده العلب دي كانت عندي في المطبخ، بس كانت مكسوره يعني مفلوقه كده من تحت، فمش هستخدمها في المطبخ تاني. فقلت احطهم كده ارتبهم فيها. طبعا في حاجات ممكن ملهاش لازمه، بس مرضتش ان انا ارميها علشان ممكن تكون مهمه بالنسبه له يعني. والدرج بقى التالت ده في بقى المفكات والحاجات دي احنا بنستخدمها برضو على طول يعني. المفكات دي بقى يعني لسه امبارح فكه بها الازاز بتاع البوتاجاز، كلها حاجات مهمه يعني. فرتبتها كده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى فوطه وابتدي بقى ان انا هلمع بقى الرخام وهلمع البار من تحت. كده انا خلصت اهو، لمعته وفرشت المفارش. ويبقى انا كده عملت حاجه يعني. حاولي قد ما تقدري، انا عارفه ان اليوم بيصير طبعا في المطبخ وفي الشغل وكده. فمش هنقلب مثلا الادراج كلها مره واحده يعني. كل يوم مرتبي كذا درج كده وخليكي عارفاهم. ولما تخلصيهم وتلاقيهم يتكركبوا، ابدأي برضو كده يعني اوضه اوضه. مثلا النهارده عملت البار اللي في الصاله، بكره هعمل الاوض. السفره برضو لمعتها وفرشت المفرش تاني اهو. هلمع برضو الارضيه. زي ما انتوا عارفين بحط في الميه ميه سخنه وديتول ومعطر، او ميه سخنه واللهلوبه برضو جميله قوي في تلميع السيراميك. هلمع بقى الشقه كلها زي ما انتوا شايفين كده. برضو البلكونات عندي بعد يعني انا عندي 3 بلكونات، كنستهم التلاتة وهغسلهم برضو، لان اليومين اللي فاتوا كان في تراب كتير. فيعني ايه لما كنست برضو المقشه في الفواصل اللي هي ما بين السيراميك دي لونها غامق كده. فمش همسحها بالشرشوبه، هعملها بميه وبالمقشه كده علشان الفواصل دي تنضف. انا خلصت بقى كده الشقه كلها. جبت هنا كده ازازه ميه، وكنت حاطه فيها بريل وميه كنت بغسلها. فقلت بقى هكبهم في البلكونه وكده وهغسلها بالمقشه بقى. طبعا انا خلصت غسيل، خلصت كنيس يعني الشقه بالمقشه، فمعادش هستخدمها تاني. فقلت بقى اغسل بها البلكونات. وكمان الوزره اللي هي في الجنب دي برضو بعملها برضو علشان بيبقى متكوم عليها تراب من الجو وكده. طبعا بخلص بقى وبروح جايبه ميه تانية مشطفه وبلمع بالشرشوبه في الاخر. بصوا ده الشكل النهائي اهو. بصوا ما شاء الله السيراميك بيلمع جدا جدا. وكمان الحيطه من فوق السور عملته بنفس الكلام يعني. بصوا ما شاء الله. طبعا عملت الحركه دي في ال3 بلكونات النهارده. كده بقى الشمس راحت، فدخلت بقى الحاجة. طبعا كل ده متلمع وكل حاجة نظيفة. هو بس يعني ايه الانتريم الكركب طبعا عشان المخدات كنت مطلعاها بره ودخلتها. هروح بس اقفل الشبابيك والحاجات اللي انا مفتحاها دي. وعندي الحمام كنت غسلاه من الصبح وكده، والشباك بتاعه كان مفتوح برضو. هقفله برضو وهفرش الطقم بتاعه ده كده شكله اهو. كده الحمام بقى تمام يعني.
انا بعمله الصبح مثلا، وبروح فاتحه الشباك ومنزله الستاره واسيبه بقى لحد ما ينشف، بعد كده افرش الطقم. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه نظيفه اهو. برضو الحنفيات والدش والحاجات دي كل يوم برضو بعملها وبسيبها تنشف كده. ده كده الشكل النهائي اهو، كل حاجه نظيفه زي ما انتم شايفين كده. وبرضو الحوض من بره يوميا لازم انضفه علشان ما يبقاش عليه بقايا من الصابون او من غسيل ايدينا وكده. والحنفيه برضو بتتلمع كويس. وهنا كده فرشت المشايات دي، كنت جايبه الواحده ب15 جنيه من المحل اللي انا جايبه منه الطقم بتاع الحمام. لقيت عامل زي عليهم عرض كده فحطيتهم. هنا اوضه الاطفال، قررت بقى ان انا اشيل المفارش دي لان هي اصلا شكلها يعني مش لايقه على الاوضه. حطها كده بقالي فتره كبيره وزهقت منها، فهغلف بقى الرخامه بالرول ده ومش هحط عليه مفارش، تغيير يعني كده علشان ما ازهقش مثلا من المفارش وكده. قصيتها بقى على قد الرخامه، هشيل منها بس من الاطراف كده اجزاء صغيره خالص عشان لما احب اشيلها بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده، بصوا حوالي 1 سنتي بس من كل الجناب، وهروح بقى لزقاها. شكلها حلو قوي وهتدي شكل حلو قوي للتسريحه. غير كده يعني كل ما اجي هلمع كده على السريع من غير ما اقعد اشيل مفارش وانفض وارجع احط المفارش تاني. فقلت يعني كانت نوع من التغيير يعني، برضو يعني لما ازهق منها برضو هشيلها. كده انا لزقتها اهو. هحط بقى الحاجات، حطيت الحاجات دي كده عليها، المخده والكاس ده. وده لعبه كده بتاعت ملك بيلعب بها على طول يعني، كان راميها على الارض فحطيتها. طبعا الاوضه انا خلصتها اهو. برضو السجاد كنت مخرجه برضو ودخلته. كده الاوضه بقت تمام اهو. عملت برضو الكومود اللي هو جوه ده، حطيت برضو عليه ستيكر برضو نفس اللي على التسريحه. طبعا هسيبهم كده مش هحط عليهم مفرش ولا اي حاجه. الطقم ده طبعا كان نظيف، كنت حطاه امبارح تقريبا فما غيرتوش. هرش بقى معطر كده في الاوضه وهقفلها. انا بصراحه على طول بحب ان انا اغير يعني في شكل الشقه وكده. يعني كل تنظيفه بعملها لازم اغير في حاجه، حتى لو هشيل مخده واحط مكانها مخده تانية. هنا الحمد لله بقى اللي انا كنت البراءه اللي كانت متقطعه من الاول، التنفيضه بصراحه كانت صعبه جدا عليها يعني، وهي كانت معموله بضمير علشان كده وقعت في ثواني. انا طبعا اللي كنت عاملاها. هنا بقى فرشت السجاده دي، هي كانت عندي بصراحه في اوضه النوم، كانت جايه لي بس لا هي لايقه على اوضه النوم ولا لايقه على الصاله. فانا شلت الحافظ السجاده اللي هنا اللي كانت محطوطه هنا لانها بتتزحلق وكده من لعب مالك، وحطيت السجاده دي واحط فوقها الدفايه دي. كنت حطاها على الشلت، حسيتها هتليق كده مع الصاله ويبقى شكلها جميل. ودخلتها بقى من الجناب من هنا وهنا، فبقت جامده خالص يعني، مش هتتزحلق ولا اي حاجه، وكمان شكلها جميل. وبصراحه حافظه السجاد دي مشروع فاشل، لانها بتنحل مع كل مره بتنفضيها فيها او كل مره بتغسليها فيها بتنحل، حتى لو من نوع النظيف. يعني انا بتاعتي برضو كنت جايباها نوعها نضيف وكده، بس برضو كانت بتنحل. بحب جدا الدفايات لما تتحط على السجاد بتلزق جامد وبيبقى شكلها جميل. فلو حد عايز يعمل كفر للسجاده ممكن يشتري دفايه، والدفايه ب100 جنيه يعني، فمش هتتكلف حاجه وفي الاخر تبقى شكلها حلو وعمليه جدا في الغسيل وكده. هنا البرقع ده برضو كنت انا عاملاه، حاطله واحد بس كده ميل واحد، كنت عيناه. فبصراحة يعني ايه حسيته مش عاجبني كده، وفي ناس قالوا لي لا حط التاني، فهركبه انا كده. حطيته عملت دبوس واحد، وهطلع بقى اجيب السلم وركبت التاني اهو. وعملتهم كده ميلات كده على الجنب. انا كنت ربطهم كده في النص بس كانوا مضايقيني في الدخول والطلوع، فعملتهم كده على الجنب.
ده كده يا حبايبي المنظر العام اهو بعد ما خلصت. قولوا لي برضو رايكم في الدفايه كده شكلها حلو ولا لا. بس بصراحه انا شايفاها جميله جدا جدا وعمليه، واي حاجه هتيجي عليها تراب هشيلها اغسلها يعني. انما حافظه السجاد طبعا الواحد بيبقى محافظ عليها عشان غاليه وكده. هنا بقى الفيونكه دي نزلتها من على الستاره وحطيتها هنا كده على الانتريه. بصراحه حاساها شكلها جميل جدا على الانتريه، مخليه الكنبه كده كانها بنوته يعني. ده بقى الشكل النهائي اهو. كده بقى حسيت ان الشقه نضفت، وحسيت ان انا غيرت فيها شويه هنا يعني التسريحه السفره معرفتش اغير فيها حاجه، فحطيت الطبق الفاكهه قدام وطبق التسالي ورا. المهم ان انا اغير في اي حاجه. هنا بقى هرش كده شويه معطر على الانتريه علشان يديله روحه حلوه. بصراحه معطر فريده ده جميل قوي، انا بحبه بريحه التوت. بحس اللي هو بيثبت كده على الحاجه. هرش برضو على الستاير كده رشتين، وهرش برضو على المفرش بتاع السفرة رشة كده. وهنا برضو انا كده الحمد لله خلصت كل اللي ورايا، كل حاجة بقت تمام. دلوقتي الساعة دلوقتي حوالي 8 او 9 بالليل يعني. اتأخرت جدا على ما خلصت، لاني لما بعمل الحاجة بضمير يعني. هل انا كده يومي خلص؟ لا ما خلص. دخلت علشان اعمل محشي علشان بكره بقى بعد التعب اللي انا تعبته كله النهارده ما تعبش برضو بكره تاني. فدخلت بقى عملت المحشي، عملت التسبيكه وجهزت كل حاجه، وكان عندي الورق ده كان في الفريزر. فطبعا ما سلقتش ولا عملت حاجه، طلعته بس فك كده. وهنا بقى الحاجات اللي انا استخدمتها وانا بعمل التسبيكه وكده غسلتها. البوتاجاز طبعا هنا عايز يتلمع مكان الطبيخ وكده. بس هنا لبن هغليه الاول، وفي الاخر لما احشي واخلص هروح جايه ملمعاه. بصراحة انا قلت بقى تعب بتعب طالما انا تعبت النهاردة، فهخلص بقى اللي ورايا علشان بكرة تبقى كل حاجة تمام، الشقة والغدا وكل حاجة، ما بقاش تعبت يومين ورا بعض. بحيث ان انا اليوم اللي هو بكرة ده اشوف في نفسي مثلا محتاجة حاجة اعملها لنفسي. ارتب دولابي مثلا، اشوف ابني مثلا محتاج حاجة وكده. ما يبقاش كل الوقت للبيت وللشقة وكده. انا بعمل كده يعني. هنا الحمد لله خلصت اهو. الساعة دلوقتي بقت 10 او 11 بالليل والله. بس انا قلت يعني اليوم كده خلاص ضاع مني، فهكمله بقى للاخر، وبكرة بقى هقوم مرتاحة. ده بقى والله المطبخ بصوا كان زي الفل، وكنت ملمعاه وعامله فيه كل حاجه بعد الغدا. النهارده كنا متغدين سمك، علشان كده اتغدينا بدري وخلصت المطبخ بدري يعني. كله طبعا الكركبه دي ملك اللي عاملها، وانا بحشي. فهخلص بقى هغلي اللبن، وهخلص بقى كل حاجه. هلملم بقى كل الحاجات دي، نحط المحشي بقى في التلاجة، هو برد دلوقتي. هنا بقى كنست الأرضية، لمعت الرخامة التانية دي كانت متكركبة كده شوية، لميت من عليها كركيب كده وظبطتها. طبعا الحاجات دي هي قربت اللي هي تنشف، فجبت مناديل مطبخ كده وهنشف اي ميه عليها واحطها مكانها، علشان المطبخ يبقى نضيف قبل ما انام. مش عايزه اسيب فيه اي حاجه خالص، علشان بكره يعني انام بقى براحتي واقوم براحتي، ابقى مرتاحه كده نفسيا. هنا بقى غليت اللبن وخلاص، حطيته كده على خشب علشان ما يبوظش المفرش. وهقفل بقى الشفاط. البوتاجاز بقى اتلمع كويس اهو. الحمد لله كده كل حاجه تمام. هنا المطبقيه دي ما قلتلكوش اللي انا دهنتها، عملت لها دهنتها كده ابيض من الجناب عشان تبقى شكلها حلو. هرش بقى شويه معطر كده في المطبخ يديله ريحه حلوه. ويبقى كده يومي خلص. بصوا هرش برضو على هنا على الستاره، هرش على الورد اللي هنا ده. وطبعا يا حبيبي كده خلصت كل اللي ورايا. كده يومي بقى انتهى. ملوكة بقى غيرت له هدومه واكلته كده نام. الساعة دلوقتي تقريبا 11 او 12 بالليل. طبعا بعد ما خلصت بقى شغلت اذكار المساء، بحبها جدا من صوت الشيخ مشاري. اللي بشغلها وبرددها وراه، بحس والله ان كل التعب اللي انا تعبته طول النهار راح، وبنام بصوا يعني بنام نوم عميق. بنام مرتاحة جدا نفسيا يعني.
بجد جربوا الموضوع ده، انتوا تسمعوا اذكار المساء وترددوها ورا الشيخ مشاري، بجد جميله جدا. هتناموا مرتاحين جدا، وكل التعب اللي بتتعبوه هتحسوا اللي هو راح يعني. اسيبكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور